ادي الاكل اهو، جايه تقرفيني من بدري واكلي كمان. ده ايه ده يا روان؟ اكلي يا حبيبتي هو ده اللي عندي، ليه عايزاني اطلع لك من الفراخ اللي في التلاجة ولا اللحمه؟ مش كفايه ان انا باكلك عندي؟ فضل ونعمه يا بنتي رضا. فضل ونعمه. ليه كده بس يا ماما؟ يعني انا بقول لك كلي فرخه ولا كلي اي حاجه من جوه تقولي لي جبنه، وايه اللي مقعدك على الارض؟ يا ماما بالله عليك ما تتعبنيش وقومي اقعدي على السفره. بس يا عادل بقى انا بتكلم معاها من بدري وهي مدوخاني، لا عايزه تقعد على السفره وبتاكل لي جبنه وعيش يا عادل؟ ما الفراخ جوه واللحم. ربنا يخليكي ليا يا روان. شفت ياما؟ شفت اللي كنت ظلمها خايفه عليك ومش عايزاكي تاكلي جبنه وعيش. هي عامله حسابك على فكره وفي فراخ جوه. يا ابني. ده عادل من بدري بقول لها عادل جايب فراخ كتير ولحمه كتير والاكل كتير وهي مش جايه تاكل، ما اعرفش في ايه. كتر خيرك يا انا بنتي. مرات اصيله. ما انا عارفه يا ابني. وبنت ناس طيبين. ايوه عايزك طبعا تحبيها هي زي بالله مامتي عليكي. يعني. قومي ياما كده قومي. هاتي بقى الجبنه دي وانا هجيب لنا فراخ دلوقتي ولا اي حاجه ناكلها. قعدها بقى على السفره على ما اجيب الفراخ يا عادل. ما تقلقي. بصي ياما بالله عليكي مش عايزك تظلمي روان تاني. انا دخلت بالصدفه اهو لقيتها بتقول لك لا يا ماما ما تاكليش الجبنه والعيش. ايوه يا ابني صح. خش ياما اتفضلي اقعدي. ماشي. الحمد لله لحقت نفسي قبل ما كان سمعني وكان ايه يا عادل؟ كتر الف خيرك يا روان. معلش ايه بس يا عادل ازاي يا ماما؟ انا عارف ان انت بتتعبي نفسك عشان خاطر والدتي. طبعا زي ماما. ولو كانت بتقول لك كلمه تزعلك ولا حاجه حقك عليا. لا انا ما اقدرش ازعل منها، ده في مقام مامتي برضه. ربنا يخليك يا روان. هعمل الاكل واجيبه على طول. ماشي انا هقعد في البلكونه شويه. ماشي يا عادل. الاكل عايز نخدمها كمان وتاكل من اكلي، هو ده اللي ناقص. ايوه يا ابو عادل. يا ابو عادل عيشتي هنا مش هتنفع، انا عايزه ارجع شقتي. تعالى شوف بقى هيتعمل فيها ايه، خليني ارجع شقتي. مرات ابنك مبهدلاني وجايبه اللوم كله عليا والله. اللي هي بتقول ده لحد النهارده بقول لها انا جعانه، راحت جايبه لي عيش ناشف وجبنه، وابنك صدقها وعملت نفسها اللي مش راضيه تخليني اكل العيش والجبنه. بتكدبي على ابويا. طب على ايه الذل اللي انا فيه ده يعني؟ انا ارجع شقتي احسن يا ابو عادل، انا هخلي بالي من نفسي. هو عادل يعني هيعمل ايه؟ هو كتر خيره برضه شغله وبيته، ما تشغلش بالك، بس اهم حاجه تيجي بالسلامه وانا ارجع الشقه. انا هرجع مش هقعد هنا. طيب ماشي يا ابو عادل. الحمد لله روان مش في الاوضه. اخش اتدرى في الدولاب واسمع كل حاجه هي بتقولها. الو. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ دايما تبقي كويسه يا رب. لا يا ماما مفيش حد معايا، انت هتشككيني في نفسي ليه؟ حماتي يا اختي قاعده مضيفاني من الصبح. لا خلي بالي منها. ايه يا ماما انت مال قلبك بقى جميل كده؟ انا مورياها السواد، لا تاكل من اكلي ولا تشرب من شربي. مش كفايه قاعده معايا وقرفاني؟ بقولك مورياها السواد. لا طبعا مفيش الكلام ده. اخلي بالي من مين يا ماما؟ هو جوزي هيسافر ويعمل فلوس على قلبه قد كده، وجوزي انا قاعد هنا معاه مش عارف يسافر عشان خاطر ابوه مسافر، وكمان اكلها واشربها. طبعا متضايقه. كان زمان جوزي اللي مسافر في الفلوس دي كلها بقت بتاعتنا. يلا بقى بكره يموت وناخد كل ده، ولا هي كمان تموت وارتاح منها؟ انا عايزه تاكل فراخ ولحمه. لا يا رب انت اللي تموتي. طيب يا حبيبتي ماشي انا هستناك، بس بيقولي عشان ابقى اعمل لك حاجه حلوه تاكليها معانا. ماشي يا روان. يلا باي. اما اقوم اشوفها بتعمل ايه دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مفتريه. كل ده يطلع منك انت؟ انا هتجنن يا جدعان. مع اني دخلت ولقيتها بتاكل امي، مع اني دخلت ولقيتها عايزه تدي لامي احلى اكل وتعمل لها كل اللي في البيت. هعمل معاها ايه دي؟ اللي زي دي تترمي في الشارع. ياما. ايه يا حبيبي؟ قاعده كده ليه ياما؟ بسلامتك يا ابني. هسألك سؤال يا ست الكل بس تجاوبيني بصراحه. طبعا يا ابني. روان بتعاملك وحش صح؟ لا طبعا. لا بتعاملك وحش عشان انا سمعت كل كلمه بودني. يا ابني مفيش الكلام ده بتعاملني كويس. ياما انا سألتك سؤال جاوبيني بصراحه. يا ابني مفيش الكلام ده، هو انت هتوهم نفسك؟ يعني انت متاكده ياما؟ لا ده كويسه معايا ومش مخلياني عايزه حاجه، وما بتخلينيش حتى اشيل كوبايه الميه اللي بشرب فيها. ياما انت كده بتكدب عليا. ليه يا عادل هكدب عليك ليه؟ ما لو بتعمل لي حاجه هقول لك. ماشي ياما اللي يريحك، مع اني سمعت كل كلمه بودني بس هقول لك ايه. يا نهار ابيض، بعد كل اللي بعمله مع عادل مش عايزه تقولي لعادل؟ ده طلعت طيبه قوي، انا اللي وحشه وطبعي وحش. انا مش عارفه بس انا كنت بتعامل معاها كده ازاي. سامحني يا رب والنبي انا مش هعملها كده تاني.
ازيك يا ماما؟ ازيك يا روان؟ اعمل لك حاجه تاكليها؟ لا يا حبيبتي طب اعمل لك شاي؟ ولا اي حاجه. طب عصير؟ هو في ايه يا روان؟ بصراحه يا ماما انا عايزه اتاسفك وحقك عليا. اصلا انت اتغيرتي قوي، ده مش ده طبعك انا يعني. سمعت كنت بتتكلمي مع عادل رغم كل اللي عملته فيكي وبرضه بتقولي له لا ما عملتش حاجه. يعني اخرب عليك وعلى ابني يا بنتي؟ حقك عليا ما تزعليش، انا طبعي وحش وانا عارفه. لا ولا طبع وحش ولا حاجه، بس هي بتبقى غشاوه على عيني. طب معلش يا ماما حقك عليا، والله ما هعملك كده تاني حبيبتي وهعملك مفيش زي ماما واكتر. يا بنتي مفيش حاجه، راحت ابني هي راحتي. معلش يا ماما حقك عليا، والله ما هعمل كده تاني. مفيش حاجه يا روان. انا هقوم بعمل حاجه ناكلها. حبيبتي يا روان. ماشي يا ماما. ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يصلح حالك ويهديك.